اعزائي اخيرا خلاص هنرجع نتفرج على اقوى واعرق البطولات الاوروبيه ذات الاذنين، دوري ابطال اوروبا وليالي دور الابطال التي لا مثيل لها الا كلكم عارفين البطوله الاقوى والاعرق والامجد في تاريخ الانديه، واللي طبعا كلنا بنستناها علشان اقوى الماتشات اللي فيها. قرعه الدور الاول اللي اتسحبت يوم 28 اغسطس اللي فات خلت عندنا في كل جوله ماتشات ملحميه بجد، ماتشات تكسير عظام. 36 فريق هيتأهل منهم اول 8 لدور ال 16 على طول، ومن المركز التاسع لحد ال 24 هيلعبوا بعض في الملاحق ماتش ذهاب وماتش عوده، وفي الاخر في 8 منهم هيتأهلوا على طول لدور ال 16. النهارده باذن الله هنتوقع مع بعض اول 8 فرق هيصعدوا مباشره وال8 اللي هيصعدوا من الملاحق، ولو جبت 4 توقعات غلط ودي ان شاء الله مش هتحصل هيبقى في حلقه عقاب، والعقاب ده انتم اللي هتكتبوه تحت في الكومنتات، ده يعني لو خيشت. المهم هنمسك كل فرقه ونحلل كده ونفسر الماتشات اللي هم هيلعبوها ونشوف مين هيصعد على طول ومين هيخش الملاحق. فيعني بقى عايزك سريعا تنزل تدغدغ زر اللايك ببلاش، والاشتراك برضو ببلاش، فعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا خلينا كده نمسك اول 8 هيصعدوا على طول لدور ال 16. اكيد عندنا اول فريق منهم لازم يكون بطل النسخه السابقه باريس سان جيرمان، اللي للاسف دايما بيكون جدوله صعب جدا، وده يعني لانه في الدوري الفرنسي فبيضطر يواجه الفرق بتاعت الدوري الانجليزي والاسباني وكمان معاهم الايطالي. باريس اصلا الموسم اللي فات برضه مواجهات الدور الاول كانت بالنسبه له صعبه جدا، لعب بايرن ميونخ وارسنال وكمان مانشستر سيتي وضيف عليهم كمان باير ليفركوزن، ومع ذلك فشل ان هو يتاهل على طول لدور ال 16. بس بعد كده فاق وداس على وش كل اللي قبله وفي الاخر كسب البطوله. انما باريس المره دي اقوى طبعا من الموسم اللي فات، ويعني فريق من ضمن المرشحين للفوز بالبطوله. هو هيلاعب برشلونه في الكامب نو، والماتش ده كلنا كنا مستنيينه اصلا من الموسم اللي فات. عامه هم احسن فرقتين اصلا بيلعبوا كوره، وماتش هيبقى تكسير عظام ما بين الابن العاقل برشلونه عثمان ديمبلي ولامين يامال صاحب ال 18 سنه. يا ترى مين هيكسب؟ اما نشوف. باريس برضو في النسخه دي هيلاعب برضو بايرن ميونخ. طبعا كلنا شفنا بايرن ميونخ كان خصم عنيد ازاي قدام باريس في كاس العالم للانديه لو تفتكر. فبالنسبه لي ماتشهم هيكون صعب جدا، وممكن كمان اصلا بايرن يكسب الماتش. هيلعبوا برضو توتنهام مع توماس فرانك، واللي تعب باريس جامد في نهائي السوبر الاوروبي اللي ساعتها باريس اتعادل معاه بالعافيه وكسب بضربات الجزاء. في برضو نيوكاسل، وفريق هيكون رزل على كل الفرق اللي هيقابلها، واللي برضو مش هيكون خصم سهل ابدا. كلنا شفناهم عملوا ايه في ليفربول على ملعبهم وكان مطرود منهم لاعب. ديت الماتشات اللي باريس ممكن يعاني فيها وممكن كمان يضيع فيهم نقط. بس يعني بقى الماتشات زي سبورتنج لشبونه واتلتيكو بلباو وكمان باير ليفركوزن وكمان معاهم اتلانتا، فطبيعي جدا ان باريس يكسبهم بسهوله. اعتقد باريس ممكن يجمع من ال8 ماتشات حوالي 17 نقطه بالظبط، ممكن يكسب 5 ماتشات ويتعادل مع برشلونه او توتنهام، وممكن يخسر من بايرن ميونخ. باريس بالنسبه لي هيكون من ضمن ال8 المتاهلين، بس مش هيكون في الصداره ولا حتى في المركز الثاني، ممكن عادي جدا يخلص رابع او خامس او حتى السادس. ثاني فريق معانا هيصعد على طول لدور ال 16 اكيد كبير اوروبا وكبير القوم في اوروبا لازم يكون ريال مدريد. ريال مدريد اللي كل موسم مكتوب عليه ان هو يلاعب ليفربول ومانشستر سيتي. والله العظيم زهقت من البيب، ماتشاته دايما بتخنقني. ده غير كمان ان معاه اليوفي وبنفيكا ومارسيليا وكمان موناكو، واخرهم اولمبيكو وكيرت الميتي، اسم يجيب اعاقه في اللسان. طبعا كده كده الريال مع تشابي الونسو ما تخافش عليه ابدا من الفرق التعبانه، يعني اي فريق اقل من الريال من حيث الجوده الريال طبيعي جدا هيكسب، طبعا باستثناء السيتي وليفربول. السيتي لسه اصلا مش فايق وداخل علينا بنفس الفورمه بتاعت الموسم اللي فات، ومفيش تحسن في المستوى ب 2 جنيه، وطبيعي جدا بالمستوى اللي هم فيه الريال برضو يكسبهم زي الموسم اللي فات. اعتقد برضو ان ماتش ليفربول في الانفيلد مش هيكون بنفس السوق مع كارلو انشيلوتي. الريال ممكن يخسر بس هيقدم ماتش كويس، بس بصراحه كده عندي احساس بيقول لي ان تشابي الونسو مش هيخسر في الانفيلد وعادي هيرفع راسنا وممكن نكسب. اعتقد الريال في المجموعه دي ممكن عادي جدا يكسب كل الماتشات او ممكن يخيش في ماتش او 2، وبنسبه كبيره هيكون يا اما مركز اول يا اما مركز ثاني، بس يعني الله اعلم. اكيد ثالث فريق لازم يكون الغريم. برشلونه اصلا الموسم اللي فات كان صاعد ثالث ترتيب بعد ليفربول، وحتى كمان الموسم ده داخل بنفس القوه الهجوميه المرعبه بتاعه الموسم اللي فات. اي نعم هو دفاعه زي الزفت وبيلبس اهداف كتير الفتره الاخيره، وده يعني بعد ما مشي انيجو مارتينيز، وحتى كمان اسلوب التسلل اللي بيلعب بيه هانز فليك الفرق خلاص بقت تعرف تتعامل معاه.
معاه، بس يعني ده ما يمنعش ان غريمي هيتأهل على طول لدور ال 16، لان معظم الماتشات اللي عنده هو بايديه يكسبها كلها. يمكن اصعب ماتش اصلا لبرشلونه هو باريس، وبرضه هيكون في ملعبك. ماتش برضه نيوكاسل في السان جيمسون بارك هيكون رخم على برشلونه، بس ممكن بسهوله يكسب. انما تشيلسي وبقيه الفرق اللي ملهاش لازمه فبنسبه كبيره برشلونه هيكسب بسهوله. رابع فريق اكيد ليفربول، اللي يعني عامل صفقات بحوالي اكتر من 200 مليون يورو، جايب يعني فريق الاحلام، واصلا معظم ماتشاته على الورق كلها بالنسبه له سهله الا ماتش ريال مدريد. هيلاعب انتر ميلان اللي الفريق بعد سيموني انزاجي بقى فريق عادي جدا وممكن اي حد يكسبه، وبرده مش بنفس قوه الموسم اللي فات. هيلاعب برده اتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني، وطبعا كلكم شايفين البدايه الكارثيه اللي دييجو سيميوني اصلا عاملها في الدوري، بس هو برده فريق رخم. خرج قبل كده ليفربول في موسم 2020 وساعتها الليفر كانوا في افضل حالاتهم. برده هيلاعبوا جالاتا سراي هناك في ملعبهم، وطبعا كلكم عارفين الاتراك دايما كده بيحب يعملوا نوش وجمهورهم رخم. بس يعني في المجمل ليفربول طبيعي جدا هيتأهل من ضمن الثمانية، بس ما اعتقدش انه هيكون الاول زي الموسم اللي فات، بس ممكن نشوفه من الخمسة الاوائل. اكيد خامس فريق معانا لازم يكون العملاق البافاري بايرن ميونخ. البايرن اصلا مع كامباني الموسم اللي فات كان من اقوى 3 فرق في اوروبا. اي نعم هو خرج قدام انتر ميلان الفريق اللي وصل النهائي بشكل مشرف والكرة كانت معنداه، بس يعني لولا الاصابات اللي ضربت الفريق في الوقت ده في اهم لاعبين البايرن زي جمال موزيالا والفونسو ديفيز كان زمانهم صعدوا عادي لنص النهائي. كلنا برضو شفناهم قدام باريس في كاس العالم للانديه، كان فريق رخم وخصم صعب. بايرن ميونخ عنده 3 ماتشات ملحميه وهم باريس وارسنال وكمان تشيلسي. بص هقول لك على حاجه، بايرن يعني بحكم تمرسه في دوري الابطال هو دايما كعبه عالي على كل الفرق الانجليزيه خصوصا ارسنال وتشيلسي، وكل جمهور ارسنال بيترعب لما بتيجي سيره بايرن ميونخ. اي نعم ارسنال الفتره دي افضل بكتير جدا عن المواسم السابقه، وتشيلسي برضو مع ماريسكا بيقدم مستوى كويس، بس بقول ان بايرن ممكن يكسبهم عادي، وممكن برضو نشوفه بيكسب باريس. صراحه بقول من وجهه نظري ان ممكن بايرن يصعد اول، وممكن كمان يكون هو الفريق الوحيد اللي مش هيخسر ماتش في الدور الاول. كلنا عارفين ان بايرن دايما غشيم وبالذات في دور المجموعات. سادس فريق معانا ارسنال، وارسنال مع ارتيتا الموسم ده عليه امال كبيره جدا. طبعا عزز تشكيلته بشويه صفقات جديده زي جيوكريس وايزي، ومعاهم زوباميندي وكمان مدويكي، وهيكون منافس رخم على كل الفرق. ومش عايزك تستغرب خالص لو لقيته في الاخر بيلعب النهائي وبيكسب كمان دوري الابطال. السنه اللي فاتت كان بيلعب نص النهائي وهو اصلا حاليا ماشي في نسق تصاعدي، فمش عايزك تستغرب. وما تستغربش برضو لو لقيته كسبان الدوري الانجليزي. ارسنال على الورق عنده 3 ماتشات صعبه، اتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ ومعاهم كمان انتر ميلان. الموسم اللي فات انتر ميلان كسب ارسنال في دور المجموعات، بس الموسم ده هيحصل العكس، ارسنال هو اللي هيكسب الانتر، بس دييجو سيميوني هو اللي هيرخم عليهم، وهو اصلا بيحب الماتشات اللي زي دي. انما بقى بايرن ميونخ زي ما قلت لك ان هو كعبه عالي بالذات على ارسنال وبالاخص في دوري الابطال، فالموضوع نفسيا بشكل بحت، فما توقعش بصراحه ان هو هيكسب البايرن. ارسنال اصلا تركيزه الاول الموسم ده ان هو يكسب الدوري الانجليزي، بس بصراحه ما اعرفش المقاول ارتيتا هيقدم لنا ايه في نهايه الموسم. سابع فريق معانا اكيد هيكون مانشستر سيتي. مش عايزك تتفاجئ، هم خرجوا الموسم اللي فات من الملاحق قدام الريال، بس الموسم ده بعتقد ان هم هيصعدوا من ضمن الثمانيه الاوائل. اي نعم بدايتهم كارثيه في الدوري الانجليزي، بس يعني مع الصفقات الجديده يقدر يصعد مستريح لدور ال 16. معظم اصلا ماتشات السيتي هتكون سهله باستثناء ريال مدريد بس، انما دورتموند وباير ليفركوزن وفيا ريال وكمان جالاتا سراي اعتقد البيب لو داس على نفسه شويتين هيدوس عليهم عادي وهيصعد بكل سهوله. اكيد السيتي بعد ما عمل الصفقات الجديده واصلا الكتيبه اللي عنده هيوصل تاني للملاحق، فما نشوف السيتي مع البيب هيقدم ايه. اخر فريق هو مش هيكون تشيلسي ولا حتى انتر ميلان، هو هيكون فريق في جنوب ايطاليا اسمه نابولي مع مدرب مخضرم اسمه انطونيو كونتي، ودايما مشهور ان هو بيعرف يجمع نقط، فدي اصلا لعبته. انما بقى في الادوار الاقصائيه دايما بيروح، معظم ماتشاته اصلا في المتناول، يعني عندك هيلاعب فرانكفورت وبنفيكا وسبورتنج لشبونه وكمان اند هوفن وكمان كوبنهاجن. قول يا عم هيخسر من السيتي وتشيلسي، بس في الاخر ممكن تلاقيه مجمع 15 نقطه وصعد عادي لدور ال 16، وحاسسها بصراحه هتبقى مفاجاه. مش مشكله، دول كده الثمان فرق اللي هتصعد على طول لدور ال 16 من غير ما تلعب ملاحق، بس في بقى 8 تانيين للاسف هيلعبوا ملاحق وبنسبه كبيره هيصعدوا. المهم لو مكمل معايا فانزل كسر زر اللايك في السريع علشان خاطر تعرف ال8 التانيين اللي هيصعدوا من خلال الملاحق. طبعا اول فريق
فريق هيتأهل معانا من الملاحق اكيد بطل كاس العالم تشيلسي، واللي بيقدم كرة محترمة مع انزو ماريسكا. تشيلسي اعتقد هيضيع نقط كتير قدام برشلونة وبايرن ميونخ وممكن كمان نابولي وبنفيكا، فديت اصلا ماتشات على الورق هتكون صعبة بالنسبة لهم، بس يعني ده ما يمنعش ان تشيلسي هيصعد من الملاحق وهيتأهل لدور ال 16. تاني فريق اكيد هيكون اليوفي، اللي في الموسم اللي فات اصلا فشلوا ان هم يصعدوا برضه من دور الملاحق بعد ما خسروا ساعتها من ايندهوفن الهولندي، ودي بصراحة كانت مفاجأة كبيرة. الموسم دوت اليوفي عنده على الورق 4 ماتشات يعتبر صعبين جدا، بنسبة كبيرة ممكن يخسر ال4 ماتشات، بس يعني من خلال الملحق هيقدر برضه يتأهل لدور ال 16. تالت فريق برضه اكيد الجراد الاصفر بروسيا دورتموند. بروسيا برضه هيقابلوا فرق رخمة في دور المجموعات زي السيتي واليوفي وتوتنهام وانتر ميلان وكمان فيا ريال، يعني كلها فرق كبيرة وهيعانوا قدامهم، بس ده برضه ما يمنعش ان بروسيا بنسبة كبيرة هيقدر يصعد من الملحق. اتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني اكيد لازم يصعدوا ويرخموا على كل الفرق اللي هتقابلهم في البطولة. دييجو سيميوني بعد ما صرف حوالي 200 مليون يورو في الصفقات الجديدة عامل بداية كارثية حرفيا في الدوري الاسباني. الموسم اللي فات خرج من دور ال 16 على ايد الغريم الازلي ريال مدريد بضربة جزاء الفاريز اللي الكرة خبرت في رجلين الاثنين وفي الاخر ما اتحسبتش. ده غير ان الدور الاول من الموسم ده هيبقى عنده ليفربول وارسنال وكمان انتر ميلان ومعاهم كمان فرانكفورت، فبقول ان اتلتيكو مدريد مش هيقدر يصعد من اول 8 وبنسبة كبيرة هيصعد من الملحق. للاسف اسلوب سيميوني ما بيتغيرش من ساعة ما مسك الاتليتي، هو الاسلوب الدفاعي البحت واللي يخطف جون او جونين وفي الاخر ينام عليهم، بس يعني ده برضه ما يمنعش ان اتلتيكو مدريد برضه هيصعد لدور ال 16. انتر ميلان بعد ما مشي سيموني انزاجي واللي كان وصيف النسخة اللي فاتت من دوري الابطال واللي برضه بادئ بداية زي الزفت في الدوري الايطالي، ده غير الخماسية اللي خدها في نهائي دوري الابطال والاداء اللي زي الزفت اللي كان مقدمه في كاس العالم للانديه. عندهم برضو ماتشات صعبه جدا في الدور الاول، هيلعبوا ليفربول واتلتيكو مدريد وارسنال وبروسيا دورتموند، فبنسبه كبيره الانتر هيضيع نقط كتير في الماتشات اللي زي دي واكيد هيلعب الملحق وبنسبه كبيره هيصعد من خلاله. برضو ممكن نيوكاسل يصعد لدور ال 16 لانه واحد هيكون من اشرس الفرق اللي بيلعب على ملعبه، عنده اصلا نص ملعب قوي جدا يقدر يواجه بيه اي فريق، برونو جيمارايش وكمان تونالي والواد جوالينتون. اي نعم خرج من عندهم ايزاك بس قدروا ان هم يعوضوه بويسا. اي نعم هو فريق اصلا ما عندوش خبرات في دوري الابطال، بس هرجع اقول لك ان معظم ماتشاتهم اصلا هتكون سهله. يمكن الماتشات اللي هتكون صعبه بالنسبه لهم شويه اكيد هيكون برشلونه وباريس، انما بقيه الفرق بالنسبه لهم تعتبر المنافسه ما بينهم قريبه، وطبعا حاجه زي دي تخليك تتوقع ان هم ممكن يصعدوا لدور ال 16. طبعا فريق تاني في انجلترا ممكن برضه يتاهل لدور ال 16، بقول توتنهام مع توماس فرانك اللي برضه بادئ بدايه كويسه، بس يعني كلنا عارفين ان توتنهام فريق اصلا مش نفسه طويل. انا عايز اقول لك ان اصعب ماتشين عندهم في دور المجموعات هيكون باريس وبروسيا بس يعني زي ما قلت لك ان توتنهام اصلا مش مضمون، ممكن تلاقيه عادي بيكسب باريس وتلاقيه في الاخر بيخسر باقي الماتشات. شفناهم في الدوري بيكسبوا السيتي على ملعبه وفي الجوله اللي بعديها نلاقيه بيخسر من بورنموث، فيعني بقول لك مش مضمونين. انما بقى اخر المتاهلين لدور ال 16 اعتقد وبنسبه كبيره ممكن يكون مارسيليا مع المدرب الكبير ديزيربي، معاه بصراحه كده شويه لاعبين محترمه زي جرين وود هداف الدوري الفرنسي الموسم اللي فات، ورجع لهم خلاص اوباميانج والواد بافارد تيموتي اللي جالهم من اليوفي، بس يعني هو كده كده اصلا مجرد احساس. اي نعم ماتشاتهم في الدور الاول هتكون صعبه جدا عليهم لان عندهم ريال مدريد وليفربول ونيوكاسل وكمان اتلانتا، فصعب اصلا ان هم يصعدوا من الدور الاول، بس ممكن من خلال الملحق يكسبوا اي فريق يقابلوه ويصعدوا عادي لدور ال 16. كده عندنا 16 فريق، 8 منهم هيتاهلوا بشكل مباشر وهم ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونه وليفربول وباريس ونابولي وارسنال وكمان مانشستر سيتي، انما الثمانيه اللي هيصعدوا من خلال الملاحق هيكون تشيلسي واتلتيكو مدريد وانتر ميلان وبروسيا واليوفي وتوتنهام ونيوكاسل ومعاهم كمان مارسيليا. دي كده توقعات لدور ال 16، وزي ما قلت لك لو في 4 اخطاء غلط هيكون في حلقه عقاب، بس ان شاء الله ما نخيش. دلوقتي دورك، انزل حالا اكتب لي توقعاتك تحت في الكومنتات وقول لي مين هيصعد مباشره ومين هيصعد من خلال الملاحق. بس بقى كده خلصت الحلقه، لو الفيديو عجبك شكل عليك اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام عليكم.